السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة انا جاية لكم بفيديو برضو مختلف عن فيديوهاتي اللي انا بنزلها لكم. هنعمل مع بعض النهاردة الميني بيتزا اللي انتوا شايفينها كده بالشكل ده. هتبقى طرية جدا من بره وهشة كمان من جوه، وبمقادير سهلة جدا وموجودة عندنا في البيت زي ما انت شايفة كده. معايا انا جبت اللي هو الباكت او كيس خميرة فورية، وبتحطي عليه اللي هو اللبن البودر. انا برضو جبت كيس لبن بودر وحطيته، وثلاث اربع معالق زيت كده بالشكل ده، مع كوباية زبادي كبيرة تحطيها، وبعدين كوباية مية دافية. تفضلي ان انتي تقلبي وتحطي المية تدريجيا وتقلبيها بالمضرب بالشكل ده. ما تنسيش عمل لايك وشير للفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا، وكمان بجد هتعجبكم جدا. واللي عملتها بالطريقة دي انا مستنية ردكم في التعليقات، وكمان تشجعوني وتقولولي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. ده بيشرفني وبيفرحني جدا والله. دلوقتي انا حطيت رشة ملح مع معلقتين سكر، وهنا انا كنت جايبة بولة كبيرة شوية وغويطة، وابتديت احط فيها 4 كوبايات دقيق. طبعا بتجيبي دقيق يكون كويس ويكون نوعه نضيف. كده جاهز معانا، وبنبتدي نحط المقادير اللي احنا حطيناها وعملناها في الاول. الخميرة على كوباية الزبادي على 3-4 معالق زيت، وهنبتدي ان احنا نلم العجينة بتاعتنا تدريجيا. بندلق شوية شوية لغاية لما العجينة تتلم معاكي. الحاجات دي على فكرة الميني بيتزا دي بتتباع في الفرن، بتبقى غالية جدا دلوقتي، واحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نوفر وبنعمل في البيت، بتبقى احسن، وكمان بترمي معانا كتير، عدد كتير. شايفين العجينة عاملة ازاي كده؟ العجينة يعني بتوحي قدامنا طبعا ان هي العجينة ان شاء الله بإذن الله بتكون ناجحة. وانا بسيبها نص ساعة. بصوا شكلها بعد النص ساعة ما بتغطيها بدرجة حرارة الغرفة. غطيها كويس، وبعديها بقى بعد نص ساعة افتحي عليها. بصوا عايزة اوريكم، انتوا اللي شايفين وانتوا اللي هتحكموا. هنبتدي بقى ان احنا نشتغل ونعمل بقى العجينة الحلوة بتاعتنا دي. انا دهنت نقطة بس زيت على الرخامة عندي، وهبتدي ان انا افرد العجينة. انا هنا فردتها بايدي عادي جدا، عايزة تفرديها بالنشابة لو متوفرة عندك برضو عادي، بس انا عندي النشابة، بس انا حبيت ان انا افردها بايدي. بس تحاولي ان انتي ما ترفعيهاش، خلي سمكها يكون سمك حلو كده، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. وهنبتدي بقى بالسكينة كده بنقطعها شرايح زي البيتزاية بالظبط، اكنها بيتزاية، وسمك البيتزاية زي ما بتشتريها من بره كده بالشكل ده. انا هنا عملت معايا، بقطعها رمت معايا بالظبط 18 واحدة، يعني في رينج 18 او 19 واحدة. انتي برضو حاولي ان انتي ما تقطعهاش كبيرة قوي بالشكل ده. وهنبتدي بقى واحدة واحدة كده تجيبيها. شايفين سهلة؟ احنا بنلمها على تحت كده وبنقفلها من تحت، وهنبتدي ان احنا نكورها ونعملها كور كده. هجمع كل العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا لغاية لما نخلص الكمية اللي عندنا كلها بالشكل ده. وهنبتدي ان احنا نخلص كل عجينتنا هتبقى بالشكل ده، عشان نبتدي ان احنا نشتغل عليها كده. هي سهلة جدا، وما تنسيش طبعا ان انتي تكوني مجهزة الفرن على نار هادية جدا. انا بوريكم هنا شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي. انا بقفلها من تحت كده. عايزة اقول لكم ان العجينة كانت تحفة، اعمليها بالطريقة دي وفعلا العجينة ناجحة جدا. امشي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي، وصدقيني هتعجبك جدا. طبعا عايزة اقولك ان انتي تقدري تعملي الحشو اللي انتي حباه للميني بيتزا بقى. انا هنا كنت عاملاها بقطع فراخ كنت مشوحاها يا دوب بصلايه صغيره كده مع التوابل الحلوه بتاعتك. زي ما انت شايفه كده انا فردت العجينه معايا على الشكل والحجم اللي انت تحبيه، ولا صغير قوي ولا كبير قوي. وابتديت ان انا اشكشكها كده بالشوكه عشان افرغ اي هواء من العجين. وانا هنا كنت عامله اللي هو الصلصه، ودي سهله جدا. تجيبي شويه طماطم وتضربيهم في الخلاط
ممكن تعمليها مع فص توم عادي جدا، وهدي عليها النار لغاية لما يبقى معاكي الصوص اللي هو الصلصة ده اللي بتحطيه. وهنا حطيت عليها الفراخ والجبنة الموتزاريلا، وانا هنا كنت مشكلة بين ان انا عملتها بالجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. وطبعا الجبنة الموتزاريلا دي اساسي على الوش، بس علشان خاطر ان هي تسيح على الوش وتدي شكل وطعم يبقى ومطة تبقى جميلة جدا. ودي طبعا اللي بتشدنا وبتشد ولادنا للأكلة دي، لأكل البيتزا الصغيرة أو كبيرة أيا كانت. أكلة سهلة جدا وبسيطة وإمكانيات بسيطة تقدري تعمليها في بيتك، وهترمي معاكي كتير، وأكلة تفطروا بيها الصبح أو تتعشوا بيها، هتبقى جميلة جدا. وأنا كان عندي شرايح زيتون حطيتها برضو على الوش. حابة ان انتي تقطعي طماطم صغننة برضو ان انتي تحطيها على الوش مفيش مشكلة. وانا جهزتها خلاص كده على الصاجة في الفرن، وابتديت ان انا ادخلها الفرن. وزي ما انتم شايفين كده اللي في الواجهة دول كام واحدة كده انا عملتها، بس حطيت عليهم شوية قرفة بسكر. بس عايزة اقول لكم ان هي دي حتى لما تعمليها بتكون سخنة بتتاكل بتبقى تحفة يا جماعة. بصوا شكلها لما خرجت من الفرن كانت جميلة، وهوريها لكم دلوقتي. بصوا من الداخل عاملة ازاي وكانت هشة ازاي، يعني كانت طرية جدا يا جماعة. عايزة اقول لكم ان فعلا طعمها لذيذ جدا واحلى من بتاعة بره بكتير وبمراحل. يعني لما تعمليها في بيتك وانتي واثقة في الحاجة اللي بتعمليها احسن ما بتجيبيها من بره، وكمان هتبقى طعمها تحفة في نظافة كمان وطعم، وهتعجب ولادك جدا. بصوا عاملة ازاي، يعني بذمكم انا عايزة اعرف رأيكم، انتوا اللي تقولولي وانتوا اللي تحكموا بجد. يعني حتى احنا لما بنجيبها من بره انا بلاحظ ان هي حتى بتبقى ناشفة شوية، ودي طبعا لتعرضها اكيد للهوا بره. لكن لما بتعمليها في البيت بتبقى جميلة جدا. تقدري ان انتي تحطيها كمان في اي علبة بلاستيك عندك تحتفظي بيها، ممكن تفطروا بيها تتعشوا بيها مفيش اي مشكلة، وهتقعد معاكي. بصوا المطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا كمان جميلة جدا. يعني جربيها وما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة واتمنى ان هي تعجبكم. طبعا تحطي شرايح فلفل على الوش ان لو كان متوفر عندك مفيش مشكلة. اعملي اللي انت حباه، اي حاجة تقدري تسعدي بيها اولادك، المهم ان هي تكون من ايدك انت تعمليها لهم. متشكرة جدا ليكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.